لحد ما جينا بقى للدور اللي عمل ازمه كبيره جدا جدا، وهو دور سفروت الشحات اللي بيبقى ظابط في الاخر وبيقلب كل احداث الفيلم. طبعا دور سفروت ده كان دور مهم جدا في الفيلم، فلازم اللي يعمله يكون ممثل ليه شعبيه كبيره جدا مع الجمهور. فالمخرج حسام الدين مصطفى مخرج الفيلم رشح للدور ده محيي اسماعيل، وطبعا ده وافقت عليه ناديه الجندي ومحمد مختار، لحد ما جه المؤلف مصطفى محرم قال لهم بقول لكم ايه، انا عاوز في الدور ده احمد زكي. فناديه الجندي قالت له مين احمد زكي ده؟ انا ما اعرفوش. قال لها ده اللي عمل دور احمد في مسرحيه مدرسه المشاغبين. قالت له لا طبعا ده شكله اصلا ما بيستحماش، مين ده مصطفى عشان يجي يمثل قدامي يعني؟ استبعد خالص الفكره دي. قال لها طب اقول لك ايه بقى، لو احمد زكي ما جاش انا مش شغال الفيلم ده. طبعا ناديه الجندي ومحمد مختار ما حبوش ان هم يخسروا مصطفى محرم، لانه ساعتها مؤلف كبير جدا في السينما، فقالوا له يا عم خلاص ماشي هاته. وفعلا بيجي احمد زكي وبيمضي الفيلم، وفي اول يوم تصوير وهو بيمثل مشهد قدام ناديه الجندي تقمص جدا الشخصيه وفضل يمسكها من دراعاتها لحد ما ناديه الجندي قعدت تصرخ في وشه وتقول له بقول لك ايه، هو انت جاي تسرق الكاميرا مني؟ وبعدين انت ليه بتمثل وتمد ايدك عليا؟ طبعا ساعتها كان موجود مين في التصوير؟ محمد مختار. ما عجبوش الكلام ده، فضل يزعل احمد زكي بيقول له بقول لك ايه، انت كومبارس اصلا وجاي تمثل قدام نجمه كبيره، لم نفسك. فطبعا احمد زكي ما عجبوش الكلام ورد على محمد مختار، لحد ما محمد مختار وقع احمد زكي على الارض واداله علقه بنت لذينه. وهنا على طول المخرج حسام الدين مصطفى بيسيب التصوير وبيمشي، وهم توقعوا بعدها ان احمد زكي هيزعل وكمان هيعتذر ويبقى كده خلاص جت من عنده. انما احمد زكي فعلا طلع ذكي جدا وقال لهم والله العظيم ما هسيب الفيلم، لانه عارف من جواه ان الفيلم ده هيكون سبب انطلاقه في حياته الفنيه في السينما.